شرقي مستقرا لهذا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وتأثرت به مناطق في شمال غرب سوريا. كما أشار الزلزال كان بقوة 7.8 درجات وأسفر عن نحو 250 قتيلا معظمهم في سوريا في حصيلة أولية في البلدين فضلا عن أضرار جسيمة. الزلزال وقع الساعة 4 فجرا على عمق نحو 18 كيلومترا وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. تعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال عام 1999 الذي تسبب في مقتل 17,000 شخص. الهزة الأرضية شعر بها السكان كذلك في لبنان وقبرص واليونان وشمال العراق. وكانت إدارة الكوارث بتركيا قالت أن 76 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 44 آخرون. كما دمرت مباني في الكثير من المدن في جنوب شرق تركيا بما في ذلك أديمان وديار بكر، ما أثار مخاوف من وجود مزيد من الضحايا. أما في سوريا فقد ذكرت السلطات الرسمية أن عدد القتلى ارتفع على 171 قتيلا في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام جراء انهيار عدد من المباني. إذن وجراء هذا الزلزال والحصيلة التي تابعناها في أكثر من منطقة الرقم يتجاوز 250 قتيلا ما بين سوريا و